تعالوا اقول لكم على اظبط عجينة منجقونة او شريك ممكن تعمليها. من ابسط الوصفات اللي ممكن نعملها واحلى من بتاعة المخابز والافران كمان. بجد كده هتستمتعوا بكل تفاصيلها في عمايلها وكمان ريحتها وكمان بقى طعمها. يلا بينا نسمي الله، ولايك لو عجبك الفيديو وكمان تفعيل الجرس علشان تنوريني وتشرفيني. ويلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة كده هنبتدي بالمواد السائلة، هنديهم كده الاول تقليبة مع بعض وبعد كده هننزل بالمواد الجافة زي ما هتشوفوا معايا. جبت بولة كده صغيرة هحط فيها بيضاية كاملة ومعاها البيضة التانية، بس هناخد منها البياض بس، وهنسيب يا بنات الصفار على جنب، صفار بيضاية على جنب. هقول لكم الوقت هنعمل بيها هجيب بقى البولة معايا الكبيرة دي هنزل عليها بالبيض، تمام، وبعد كده هنزل برشة الفانيليا واربع معالق كبار مليانين من السكر بالشكل ده كده. وبعد كده هحاول ان انا ادوب كده السكر وكمان البيض اقلبه مع الفانيليا. وبعد كده هنزل يا بنات بكوباية كبيرة كده بالشكل ده، المعيار ده من اللبن يكون معايا دافي. بعد كده جبت باكت من الخميرة وهديهم كده تقليبة كويسة كده مع بعض. وبعد كده هنزل يا بنات ب4 كوبايات ونص من الدقيق بنفس الكوباية دي، يعني الكوباية دي بتبقى موجودة كده يعني في كل بيت، فهتبقى الموضوع هيبقى سهل كده معاكي وان شاء الله تطلع مظبوطة. معايا كمان رشة من الملح، هقلبهم كده مع بعض. وبعد كده بقى هنزل بقى بايدي كده لتحت على المواد السائلة وهديهم بقى يعني اعجنهم كده بايدي. بعد كده هجيب حوالي ربع كوباية من الزبدة، تمام، وتكون كمان بدرجة حرارة المطبخ. ومعايا كمان ربع كوباية من الزيت، وهديهم بقى يا بنات عجن كده كويس جدا حوالي 15 دقيقة، علشان كل ما بتعجيني في العجينة كويس وبتديها كده يعني وقتها في العجن هتديكي طراوة كده حلوة وتديكي في الاخر نتيجة حلوة. خلاص بعد كده بعد ما عجنتها بقت معايا بالشكل ده. وبعد كده يا بنات رشة بسيطة كده من الزيت على وش العجين وكمان في البولة علشان لما تختمر معايا ما تلزقش كده في البولة وتطلع معانا بكل سهولة. بعد كده خلاص كده غطيتها، اسيبها بقى على جنب لغاية ما تختمر معايا ويتضاعف حجمها. تعالوا بعد كده بقى نعمل الكريمة بتاعة المنجقونة. حابة ان انتي تعملي الخطوة دي تمام، مش حابة زي ما تحبي. هي خطوة كده بتديها كده طعم حلو قوي قوي، وبتبقى كمان كده يعني مميزة وتغيير. معايا اول حاجة كوباية من اللبن، عليهم 3 معالق من بودرة الكاستر زي ما شفتوا كده، و3 معالق من السكر. هقلبهم على البارد وبعد كده على البوتاجاز هنقلها وهديها بقى تقليبة كام تقليبة كده لغاية ما القوام بتاعها يبقى معايا زي ما شفتوا. هسيبها برضو على جنب تبرد كده وتغطيها، ما تنسيش عشان ما تعملش معاكي قشرة. بس جبت بقى الصينية حلوة بالشكل ده، شوية زيت بالفرشة، وهبتدي بقى ان انا كده حطيتها على جنب، وهبتدي ان انا جبت بقى العجين بالشكل ده بعد ما واختمر كده معايا حوالي ساعة ونص، تمام. بعد كده بقى يا بنات اخدت بقى كل العجينة بالشكل ده، بدأت ان انا اقسمها زي ما انتوا شايفين كده، يعني احاول ان انا اقسمها على 3 اجزاء كده متساويين، تمام، عشان بعد كده بقى تطلع معانا كل حاجة كده مظبوطة، والمنجقونة كلها او المعجنات كلها تبقى متساوية كده وحلوة معانا. اخدت كده اول جزء كده انا كنت سويته هقسمه برضو ل3، تمام كده. هنبتدي بقى ان احنا يا بنات نعملها رول بالشكل ده كده، شايفين، بس لغاية ما بقت معايا بالشكل ده كده والطول ده كده. هحاول ان انا كل كده ال3 اجزاء التانيين منهم هعملهم بالشكل ده علشان اعملها ضفيرة بالشكل ده وتبقى كده مستوية، يعني مظبوطة كده معايا، والقطع ال3 يبقوا قد بعض كده ومش رفيعة مثلا وحتة تخينة، لا، تبقى كده مظبوطة معانا وانتي بتعملي الضفيرة.
تبقى شكلها كده مظبوطة معاكي. بصي الجمال، طبعا مفيش اسهل من كده. بس الطرفين بقى هحاول ان انا اخدهم من تحت العجين بالشكل ده علشان ما تتفكش مني بعد الخمر. للمرة التانية هنسيبها تختمر مرة كمان، عشان ايه؟ لازم المرحلة دي كده علشان تديكي نتيجة برضو في الاخر كويسة، وتكون كده مرضية، وتكون العجينة هشة وخطيرة كده معاكي. شايفين بقى الجمال مظبوطة ازاي معايا؟ بعد كمان ما نقلتها للصينية هبتدي برضو القطعتين التانيين هعملهم نفس الكلام. ده كده الجزء التاني قسمته برضو ل3، نفس الكلام كده. هحاول ان انا اساوي ال3 قطع بالشكل ده رول كده علشان اعمل الضفيرة معايا وتبقى معايا مظبوطة. شايفين يا بنات الجمال؟ وبصوا حاجة كده حلوة قوي، يعني اللي بتحب بقى شغل المخبوزات وان هي يعني تقف في المطبخ بقى وتفنن كده، يعني تبدع بقى. بس دي كده تاني واحدة، والتالتة نفس النظام. بصوا المخبوزات دي او المنجقونة دي، يعني بصوا هي بتبقى منقذة، وكمان بتبقى حلوة برضو لللانش بوكس. كمان شم النسيم بقى، كل سنة وانتم طيبين. اللي حابب برضو يعملها دي بتبقى يعني طريقة كده مختلفة. لو حابة ان انت تعمليها بالكريمة بتاعة الكاسترد فهتبقى حلوة قوي قوي كده ومختلفة، وريحتها وطعمها حلو قوي قوي. هقول لكم برضو على كذا خطوة كده ان شاء الله واحنا مع بعض. خلاص غطيتها بعد ما شكلتها وبقت معايا بالشكل ده. شايفين بعد ما اختمرت عملت ازاي؟ طبعا هتغطيها حوالي نص ساعة لغاية ما تبقى معاكي بالشكل ده كده. معايا بقى صفار البيضة اللي سبناها في البداية مع معلقتين كده من اللبن، علشان بس لما اجي افرد صفار البيض معايا ما تبقاش كده مكلكعة ومتكتلة كده، فاهمين؟ لا انا عايزاها كده تبقى سهلة كده في الفرد معايا على العجين، لان انتوا عارفين هنا كده بيبقى ايه بقى يعني متخمر، فمش عايزة افضي الخمر بالفرشة واقعد بقى ايه رايحة جاية، لا هي تبقى ايه يا دوبك بس تيجي عليها كده واظبط عليها الخليط كده حاجة بسيطة وبس كده. احاول بقى ان انا كده اظبطها بالراحة واخلص بقية ايه العجين كله بالشكل ده. شايفين بقى الجمال وريحتها ما اقولكوش بقى من قبل ما تدخل الفرن. بعد كده يا بنات جبت بقى الكاسترد معايا. طبعا لما تسيبيه على جنب هتلاقيه عمل معاكي ايه تكتل كده، تمام؟ فهتجيبي شوية من اللبن لغاية ما يبقى معاكي كده قوام يعني مش سايل ابدا، فاهمين؟ عشان لما نيجي نعملها بالشكل ده تبقى متماسكة. وحطيتها في الكيس وبدأت ان انا اعملها بالشكل ده كده على العجين. شايفين الجمال؟ بس كده تفضلي تقلبي فيها الكاسترد ده لغاية ما القوام معاكي يبقى ايه ولا تقيل ولا خفيف قوي، يعني اللي هو سايل، لا احنا عايزينه متماسك برضو كده علشان يبقى زيه زي الكريمة كده، فاهمين قصدي؟ بس فعملته بالشكل ده ودخلتها الفرن على درجة حرارة 180 لغاية ما تصفر كده معايا، تاخد لون ذهبي كده حلو. معايا بقى الكوباية دي يا بنات معلقتين كبار كده من الكاسترد، عليهم نص كوباية كده من اللبن، وقلبتهم مع بعض مع معلقة من السكر. قلبتهم كده لغاية ما القوام معايا بقى خفيف شوية. وسبتها على جنب. اول ما تخرج بقى وهي سخنة بالجمال ده كله، شايفين؟ لو ما خدتش معاكي لون ذهبي كده على طول الوش بتاعها، يعني خدت بس من الجناب، تقومي فاتحة عليها الشواية بس كده. وطبعا لو مش متأكدة قوي ان هي استوت ولا لا، بطرف السكينة كده تشوفيها استوت معاكي وبقت تمام، تفتح عليها الشواية كده على طول. وبس كده يا بنات بقت معايا بالشكل ده. واول ما خرجت هضيف عليها الكوباية اللي عملناها مع بعض، اللي هي نص كوباية من اللبن، عليهم معلقتين كبار كده من الكاسترد، وكمان معلقة من السكر. طبعا هتقلبيهم مع بعض لغاية القوام هيبقى متماسك كده شوية. بس حاولت ان انا افردها كده بالفرشة، و3 دقايق بالظبط كده غطيت عليها. وبعد كده بألف هنا وعافية. حابة ان انت تاكليها بقى سخنة، حابة تاكليها وهي باردة، بصوا في الحالتين احلى من بعض. بس كده هشة وطرية، وشربت بقى الطعم بتاع كمان الكاسترد دوت مع اللبن كمان طراها. فبصوا خطيرة خطيرة، بصوا طرية وبترجع ازاي زي ما كانت، يعني في مكانها، مفيش بعد كده بجد. حابة برضو ان انتي تحط عليها رشة من السكر
حسب ما تحبي. بصوا بقى الجمال، وبصوا كمان الظهر بتاعها عامل ازاي واخد لون في منتهى الجمال. سهلة وبسيطة وهتقلب لك ريحة البيت كده بالريحة بتاعة المنجقونة الجميلة بتاعتنا دي. بس كده مفيش احلى من كده، والميكس بتاع الكاسترد وكمان طعم المنجقونة معانا يعني حاجة كده جميلة، غير بقى الكريمة اللي احنا كنا يعني ايه بتتعمل بيها بالبيض والحاجات دي. ده كده يعني الكاسترد طبعا يعني بيبقى سهل كده وسريع، والطعم كمان خطير كده بتاعه مع المنجقونة زي ما قلنا. بصوا بقى الجمال، بصوا التوريقة، وبصوا الطراوة والهشاشة، خطيرة كده بجد. متأكدة ان فتحت نفسكم عليها وهتقوموا تجربوها. لايك لو عجبك الفيديو، كمان الاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، في وصفة جديدة او روتين جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.